هتتنسي زيك زي اللي قبلك. رحت المطار قبل ميعاد الطياره بساعه، وصلت لقيت الكاونتر فاضي، بسأل على الطياره قالوا لي الطياره طلعت. يا جماعه ازاي ده، انا لسه باقي ساعه قالوا لي الطياره طلعت. اتصلت بالموقع اللي انا حاجز منه، فالموقع قال لي خلاص يعني مفيش اي حل. طب اعمل ايه؟ قال لي الله يعوض عليك. طب اعمل ايه؟ ده انا حاجز ذهاب وعوده، كده الذهاب راحت عليا، طب انا كده كده لازم اطلع بره الصين، اعمل ايه؟ رحت سالت على اقرب تذكره طيران، قالوا لي بعد 4 ساعات. فدخلت على الموقع رحت حاجزها، كانت ضعف الثمن بس حجزتها وخلاص. ركبت الطياره، وصلت مطار بلد اسمها هوتشي مينا او سايجون قديما نسبه الى نهر سايجون. اول ما دخلت المطار اديتهم الباسبور وربع ساعه وراحوا حاطين التاشيره على الباسبور ورحت داخل. دول اسيا في المجمل كلها جميله، خضرة ومطر وجو جميل طول السنة. زرت كل الأماكن في هوتشي مينا، وكنت بقعد كل يوم على نهر سايجون. قعدت حوالي 12 يوم وبعدين رحت راجع للصين. بدأت أشعر بلذة جميلة جدا في السفر، العادات، التقاليد، الشوارع، شكل المعمار، شكل الناس المختلف، الأكلات، كل حاجة كنت بشوفها ببقى عايز أشوف بلد أكتر وناس أكتر بعادات مختلفة وتقاليد مختلفة. رجعت من الرحلة دهية على الشغل، أغلب الشغل عندي على الموبايل، اللهم إلا كان في وقت تسليم لكونتينر أو حاجة كنت بنزل، أو يكون عندي عملاء اتصلوا بيا عشان نتقابل وأخرج معاهم ترجمة أو كده، فكنت أخرج. غير كده ما كنتش بخرج. قعدنا شهر في السكن دوه. جه وقت الإيجار، سألت الراجل اللي معايا ايه يا باشا الأخبار، هات فلوس الإيجار. قال لي والله يا أحمد أنا مش معايا فلوس، أنا بعت الفلوس كلها اللي معايا مصر علشان دخلت رمضان. طب والإيجار؟ قال لي معلش استنى لي كام يوم. ما دققتش يعني وما اتكلمتش لأنه كان معايا فلوس وقتها. بعدين شاف معايا موبايلين، يا أحمد اديني موبايل. يا ابن الناس اللي هو ازاي يعني؟ قال لي يا عم انت معاك 2 اديني 1. قلت له لا مش هديك حاجة. بعد زن وإصرار خد مني موبايل بالتقسيط والحساب يجمع. بدأت بقى اتخنق، يعني قلت يمكن المرة الأولى مع الناس الأولانيين كان حظي سيء فما توفقتش معاهم، فالتاني دوا كل شوية يبص للحاجة اللي معايا، وانت شغال وانا مش شغال، وانت معاك وانا مش معايا. فبدأت اتخنق بزيادة وقلت لا بقى انا الوحدة افضل بالنسبة لي كتير، وبدأت فعلا اميل للوحدة اكتر تاني. كل شويه اكلمه على الايجار يقول له اصبر، طب القسط بتاع الموبايل يقول له اصبر، بعدين استلف مني فلوس وعذبني عليها. فكل ما اطالبه بالفلوس يقول له والله ده انا الظروف وكاني وماني. فبدات انا برضو ادعي الفقر زيه، هو يقول لي الظروف وانا اقول له الظروف، وانا ما بحبش ادعي الفقر بس يعني هعمل ايه زيه. فما كانش في حد اشكيله غير امي، اكلمها اقول لها والله ده الراجل اللي معايا واخد موبايل بالقسط وما دفعش ثمنه ومأخر الايجار ومستلف فلوس. امي تقول لي يا احمد اصبر عليه، ما انت مريت بايام صعبه معلش. وانا اقول خلاص يا ستي ماشي اصبر عليه. في كل حكايه كانت امي دايما مع الطرف الاخر، تدافع عن الطرف الاخر، لدرجه في مره قلت لها على فكره انا اللي ابنك مش هم يعني. فكنت بصبر، وطالما الامور ماشيه خلاص ما كنتش بتكلم. حتى والله دخل علينا رمضان ما كان بيدفع ثمن الاكل، وانا ما كنتش حابب احرجه، فكنت اقول له انا هنزل اجيب الاكل وانت تعمله علشان اجملها، يعني مخليش فيه احراج. بدات انا افهم قيمه الشغل واقدره واحبه. تشتغل ربنا هيرضى عنك ويرضيك، ما بتشتغلش وتكسل وتنام هتتنسي زيك زي اللي قبلك. الراجل ده اقدم مني بكتير، وكان هو موجود في الصين قبلي مثلا ب5-6 سنين، لكن هو طبع الدنيا كده، تتكاسل خلاص هتتنسي. كان اليوم كله نايم، اقول له يا ابني اشتغل اعمل اي حاجة اتحرك اعمل اي مصلحة، يقول لي يا عم الصين ما عادتش زي الاول وبتاع. اقول له يا عم فلان شغال وبيكسب وفلان شغال وبيكسب.